يا صباح الفل يا حبايبي، صباحكم هنا، صباحكم راحة بال على الصبح كده يا رب. طبعا لما تكوني قايمه بقى ايه من النوم، لسه قايمه من النوم، وقلت اعمل بقى كوبايه قهوه كده معاكم، واوريكم بقى يومي هيمشي ازاي لما تكوني نايمه كده في امان الله، وتكوني قلبه الشقه من فوقها لتحتها على بعض، ويتصل ناس عزاز عليكي يقولك ان هم جايين يتغدوا معاكي، هتعملي ايه ساعتها؟ تعالوا اوريكم الشقه شكلها ايه. بصوا ده منظر الشقه عندي، بصوا يضرب يقلب. طبعا غسيل سجاد اهو في البلكونه واللي على الانتريه، وادي سجاد شايلاه. بصوا المنظر، بصوا الاوض اهو، بصوا قلب الدنيا. طبعا اديكوا شفتوا ايه منظر الشقه بره عامل ازاي. طبعا لما يتصل بيا النهارده، اتصلوا بيا 2 صحابي ما شفتهمش ايه بقالي فتره، فقالوا لي ايه هنيجي نقعد معاكي شويه. قلت لهم لا، لازم نتغدوا سوا. حد قال لي اسحب من لساني واقول لهم ان احنا نتغدوا سوا، وانا عارفه ان انا قلب البيت، وكنت هقضيها ايه جبنه فول، سمك مشوي، اي حاجه العيال يعملوها يعني، عشان انا مش قادره، انا كفايه على انا همسح واروق والكلام دوت. فقلت لا، لازم نقوم برضه معاهم بالواجب، وما شفتهمش بقالي فتره، فقلت ايه نتغدوا سوا. طبعا ايه، قمت ادور بقى في التلاجة، لقيت ايه فرخه عندي اهي، جبتها مثلا، غسلتها كويس ونقعتها في ميه ودقيق وليمون وملح، تمام. ولقيت نص كيلو لحمه مفرومه اهي، هنعمله برضو. ولقيت قلب كرومبا هنعملوه برضو، وجبت بتنجان وفلفل هنعملوه برضو مع الكرومبا، وهنعمل صينيه بطاطس ورز ولسان عصفور وشويه اكل كده ايه على موسم، لحد ما ربنا يسهل بقى. بس ضروري ان انا ربنا يقويني في المهمه اللي بره دي. طبعا هحط الاكل على النار بسرعه بسرعه عشان الناس برضو يجوا يلاقوا اكل، وفي نفس الوقت ايدي برضو هتبقى بره. تمام كده حبايبي. بس ايه، اعمل بقى ايه كوبايه القهوه اهي قربت تغلي، نعمل بقى كوبايه القهوه المتينه اللي نشربها. طبعا صباح انا لسه قايمه بقى من النوم، صوتي متغير، وطبعا البرد والرش والكلام ده. اهي كوبايه القهوه ايه خلاص اهي، نشرب بقى كوبايه القهوه كده، ونقوم ايه نتكل على الله نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بقى كوبايه القهوه دي بقى اللي هتدينا الطاقه اللي احنا نقوم نخلص دوت في ثانيه. تمام كده. انا هدخل بقى اشربها على طول كده، مش هقعد اكسل، لا هبدا على طول عشان النور قريب شويه كده، نص ساعه وهيقطع، فلازم اكون مخلصه بقى ايه، حتى احط الاكل على النار، انا اكون مجهزاه واحطه على النار حتى. تمام كده حبايبي، تابعوا معايا وشوفونا هنعمل ايه. وهنا بقى كده يا حبايب قلبي، شفتوا بقى منظر الشقه، وشفتوا اللي انا بصوا متمرمطه، عايزه حد ينقذني، انقذوني يا ولاد انقذوني. ماشي. بس ربنا بيقوي وخلصنا، وجوفي وصحابي جم واكلوا وشربوا وقعدنا هزرنا وضحكنا، وخلصت الشقه وبقى مية مية. بس في الاول كده قبل ما نبدا في الاكل الجامد دوت والترويق الجامد، انا مش عايزاكم تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تمام كده حبايب قلبي. هنا بقى قلت ايه ابدا الاكل بسرعه بسرعه احطه على النار، وخلصت فعلا بدري، ورحت بقى سيقت الريسبشن وخليته كويس، قلت عشان لما الناس يجوا نعرف نقعد بقى معاهم كده. تمام كده. هم مش كتير، هم 2 صحابي وجونا قعدنا واتغدينا وضحكنا وهزرنا، كنت شفتهم من زمان وقضينا يومنا. هنا بقى انا عملت هنا 3 بصلات كده حلوين، ضربتهم فرمتهم في الكبه عشان هعمل ايه صينيه رقاق، ونص كيلو لحمه عصقته. تمام كده. التعصيق سهل جدا يا بنات. بتتبلي البصله كده بمعلقه سمنه، وتقومي حاطه بقى ايه اللحمه عليها فلفل اسمر وملح وبابريكا مدخنه، انا بحط عليها بابريكا مدخنه، وبشرة جزرايه بتخليها طعمها رهيب رهيب. جربيها كده وهتلاقي طعمها حلو قوي، فرق في اللحمه المعصجه. هو المفروض هنا كنت حطيت الجزرايه مع البصلايه، بس انا الصراحه نسيت وافتكرتها هنا وحطيتها بعد ما حطيت اللحمه. تمام كده. واول بقى ما بتاخديها تقليبه كده بالفلفل الاسمر والملح، بقوم حاطه معلقه صلصه معلبه او حبه طماطم انتي عصرهم، اي حاجه، عشان احنا بنحبها ايه مش بيضه، بنحبها حمرا شويه. تمام كده. وتسيبيها بقى لحد ما بتستوي، ما تاخدش حاجه وتسيبيها. هنا بقى الحله التانية كنت حاطه عليها الشوربه عشان تغلي، الميه عشان تغلي، عشان نعمل بقى ايه الفرخه نسلقها. والله ما خد اي حاجه. وبدور بقى في التلاجة كده وانا بطلع الحاجه، لقيت
حبه رز يجي نص كيلو رز كده كان فايض مني من محشي، من خلطه محشي. قلت يا فرج الله، تمام كده. قمت مطلعه بقى قلب الكرنبه وجايبه عليهم نص كيلو بتنجان وربع فلفل، وعملت احلى حله محشي وكانت زي الفل. بس طبعا ايه هحيقها بقى شويه كده عشان تبقى ايه، تبقى زي الفل. حطيت لها شويه خضره طبعا وفلفل اسود، وحطيت لها بصلايه برضو بشرتها لها، وكانت الخلطه زي الفل والله يا بنات. لما بيتبقى معايا حاجه بشيلها، بس طبعا انت ما بتشيلهاش لفتره طويله، انا بشيلها لفتره بسيطه كده وبطلعها بستخدمها، بتبقى الحاجه زي الفل. وعلى فكره بتنفع قوي، يعني اللحمه المفرومه دي نص كيلو، انا مش هستخدم النص كيلو، بستخدم نصه او اكتر من نصه بشويه، يعني ربع وحبه، والباقي بشيله في الفريزر برضو اعمل فيه مكرونه بشاميل، رقاق، جلاش، اي حاجه، سمبوكسه، اي حاجه بعملها. تمام كده. الحاجه لما بيكون عندك في الفريزر وجالك حد كده فجاه، يعني انا كنتش عامله حسابي على الاكله دي خالص النهارده، بس لما اتصلوا بيا وقالوا لي احنا جايين نقعد معاكي شو مش عارفه ايه، قلت لهم لا هنتغدوا سوا مش عارفه ايه وكده. طلعت بقى عندي من الفريزر بقى، لقيت بقى حاجات اللي انا ايه، يعني شويه رز على قلب كرومبه، زودت بس نص كيلو بتنجان وفلفل. طلعت اللحمه دي عصقتها، والفرخه لقيتها عندي. فالحمد لله يا رب يفضل بيتنا عمران كده يا حبايبي، ويفضل بيتكم عمران بالخير كله، وما تحتاجوش لحد ابدا. صلي على النبي كده واستغفري كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب، ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. أستغفرك وأتوب إليك يا رب. بص بقى، حطيت بقى أنا كده، حطيت كوباية عشان كنت فرمة طماطم، فحطيت كوباية طماطم كده، ضربها في الخلاط وحطيتها على اللحمه عشان تتعصج. تمام. ادي شويه الرز اللي كانوا باقيين عندي في الفريزر طلعتهم، حطيت عليهم والله حبه الخضره اللي انا حطاهم دول يا بنات ب5 جنيه. انا مش عارفه الخضره راحت فين. عايزين نعمل لها ايه، هي اللي مخصمانه. حطيت بقى معلقه صلصه معلبات وطرف المعلقه سكر عشان يعادل الحموضه اللي انا الصلصه اللي انا حطيتها، وحطيت بصلايه مبشوره وحبه زيت وفلفل اسود وملح، وكانت زي الفل. بصوا هي المعلقه يعني على طرف المعلقه كده سكر عشان الحموضه بتاعت الصلصه بس. وقلبت الخلطه دي وشويه زيت زيت بقى، وكانت زي الفل وزي العسل. وطبعا طلعت الكرنبه لما هي كانت مسلوقه ومتشاله، بس لما بطلعها عشان طبعا هي بتبقى لسه ساقعه، فبحطها في ميه سخنه، فكيكتها كده بميه سخنه وكانت زي الفل. بصوا ما حدش واخد منها حاجه الا جبر الخواطر يا بنات، فاجبري بالخاطر كده. يعني انا ما خسرتش حاجه لما قمت وعملت اكل ورحبت بضيوفي، وكان يوم زي العسل وعدى، فجبر الخواطر على الله. تمام كده. هنا بقى كنت عملت لسان العصفور وعملت صينيه بطاطس، وبرده يجي نص كيلو، اقل من نص كيلو رز، قلت برده عشان ايه جنب المحشي مع صينيه البطاطس. وعملت صينيه الرقاق تحفه تحفه يا بنات. بصوا استغفروا كده وخشوا على مطبخكم كده بقلب جامد، واعملي كل وصفاتك وكل حاجتك وجمدي قلبك، وما تخافيش من اي حاجه هتطلع معاكي زي الفل. بصوا حمرت الفراخ وكان الاكل تحفه والله يا بنات، تحفه بشهاده طبعا صحابي. ماشي. بحبكم في الله يا اغلى متابعين، متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. وادعوا لي دعوه حلوه كده، واستنوا بقى سلسله التنفيضات اللي انا هعملها قويه قويه قويه. والله كان البيت عندي يضرب يقلب، بس بعون الله قمت بيه كله ولوحدي، والحمد لله ربنا قواني. بس طبعا دلوقتي تعبانه. اشوفكم في رعايه الله، مع السلامه.